مع بداية سن المراهقة ونشاط الهرمونات بتنشط معاها حبوب مزعجة جدا بتظهر في الوجه والصدر وكمان الظهر. يا ترى ايه سبب الحبوب دي وازاي ممكن نعالجها؟ انا احمد شعبان ودي حلقة جديدة من الصيدلية. حب الشباب هو مشكلة بتحصل نتيجة انسداد في بصيلات الشعر اللي بتكون موجودة على البشرة، والانسداد ده بيكون بالمواد الدهنية اللي البشرة بتطلعها ومعاها خلايا الجلد الميتة، ولو الانسداد ده كان قريب لسطح الجلد هيتنفخ لبره ويعمل رؤوس بيضة. اما لو اتفتح بره الجلد المواد الدهنية اللي موجودة جواه هتتأكسد لما تتعرض للهواء ويتحول لونها من الأبيض للأسود فتعمل الرؤوس السوداء. يبقى كده احنا عرفنا ازاي الرؤوس البيضاء والسوداء بيتكونوا. طب ازاي الالتهابات اللي بتحصل في الحبوب دي بتتكون؟ في بكتيريا نافعة عايشة على جلدنا اسمها بروبيونوبكتيريم أكني، وبنختصرها بي أكني على طول. والبكتيريا دي في الطبيعي ملهاش أي ضرر على الجلد ومش بتعمل أي مشاكل، ولكن لما الإفرازات الدهنية اللي البشرة بتطلعها بتكتر نشاط البكتيريا دي برضه بيكتر وبتبدأ تعمل التهابات في المنطقة دي وتعمل حبوب ملتهبة. وطبعا السبب ورا كل اللي قلناه ده هو التغيرات الهرمونية الكبيرة اللي بتحصل في فترة المراهقة واللي بتؤدي لزيادة الإفرازات الدهنية اللي البشرة بتطلعها فتعمل كل المشاكل اللي قلناها دي. طيب ازاي نعالج كل المشاكل دي؟ علاج حب الشباب بنعتمد فيه على طريقتين. أول طريقة إن نستعمل غسول يدوب الإفرازات الدهنية اللي قافلة مسام البشرة وبالتالي ما يحصلش فيها انسداد فما تتكونش الحبوب اصلا. والغسولات دي في منها انواع كتير زي ستارفيل وشان وارجنتو، وممكن نستعملهم بشكل يومي مرة الصبح ومرة بالليل، او اننا نستعمل كريمات تشيل طبقة الجلد الميتة فبرضه هنفتح المسام اللي اتقفلت وده هيساعد بشكل كبير انه ينهي مشكلة الحبوب. والكريمات دي زي ادابالين واكريتين ودول بنستعملهم مرة واحدة بس بالليل وبنستعمل بعدهم مرطب. الكلام ده بنعمله لما يكون عندنا رؤوس بيضاء او سوداء او عندنا حبوب ولكن مش شديدة قوي. ولكن لو وصلنا لمرحلة الحبوب المتحوصلة اللي بيكون فيها الحبوب جواها صديد والالتهابات فيها شديدة جدا بنحتاج وقتها ان احنا نستعمل مضاد حيوي عشان يموت البكتيريا اللي جوه. وهنا الدكتور ممكن يوصف لك مضاد حيوي زي فيبراميسين او دالاسين عشان نقلل نشاط البكتيريا اللي موجودة جوه الحبوب وبالتالي نقلل الالتهابات اللي جواها. تاني طريقة ان نقلل نشاط الخلايا الدهنية. احنا في الطريقة الاولى كنا بنشيل طبقة الدهون الزيادة يعني بنعالج النتيجة، لكن دلوقتي احنا هنعالج السبب، هنقلل نشاط الخلايا الدهنية. وتقليل نشاط الخلايا الدهنية ممكن يحصل عن طريق دواء اسمه ايزوتريتينوين. وطبعا الايزوتريتينوين هو واحد من الادوية الغنية عن التعريف في علاج حبوب الشباب، ولما بنستخدمه بيبدأ نشاط الخلايا الدهنية يقل فبالتالي مش هيحصل انسداد المسام وتتحل مشكلة الحبوب. ولكن خلي بالك ان الايزوتريتينوين مش بيتاخد غير تحت اشراف طبيب، لان زي ما ليه مزايا ليه كمان عيوب. اول عيب انه بيأثر على انزيمات الكبد والكلى، وعشان كده قبل ما نستخدمه لازم نطمن على انزيمات الكبد ووظائف الكلى ونعيد التحليل كل شهر. تاني عيب في استخدامه انه بيعمل جفاف شديد في البشرة والشعر وكمان الشفايف، ودي نتيجة طبيعية عشان هو بيقلل الإفرازات الدهنية. وهيكون حلها ان نستعمل مرطبات للبشرة والشعر وكمان الشفايف. مرطبات البشرة زي ميلانسينول جل، والشعر ممكن نستعمل اي كريم او سيرم مرطب للشعر، والشفايف نستعمل دايما زبدة كاكاو. تالت عيب انه بيعمل تشوه في الأجنة، وعشان كده لازم المقبلين على الزواج سواء ذكور او اناث لازم يبطلوا قبلها بشهر. ولو انتوا بالفعل متجوزين لازم تستعملوا على الاقل وسيلتين منع حمل عشان تتاكدوا انه ما يحصلش حمل اثناء استعمال الدواء ده. واستعمال الايزوتريتينوين ممكن يكون لمده 3 شهور او 6 شهور او حتى سنه، واللي بيحدد ده هو الطبيب المعالج. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منها. ما تنساش تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه.